القراءة مش معناها ان انت بتشتغل. القراءة القراية يعني. انا كان عندي المشكلة دي من سنة سنتين كده. انا كنت فاكر لما انا بقرا كتاب كل يوم كده انا بعمل حاجة. لا، انا كده ما كنتش بعمل اي حاجة، كنت بضيع وقتي. عشان اللي انا كنت بقرا في الكتاب ما كنتش بعمله. كنت بقرا انام اقرا انام بس، ما كنتش بعمل اي حاجة تانية. كنت فاكر القراية دي هي كل حاجة، وانا لو بقرا كده مية مية. لا، القراية دي ممكن تحسنك، بس انت لو عملت الكتاب بيقوله. الناس كلها بتقرا وما بتعملش اي حاجة الكتاب بيقولها، ما بتتغيرش. يعني مثلا اقول لك، انا لما قريت في كتاب اسمه ريتش داد بور داد، اي حد داخل في بيزنس عارف الكتاب ده. انا لما قريته حياتي اتغيرت وتفكيري اتغير، لدرجه ان مامتي وبابايا كانوا بيشكوا في طريقه تفكيري عشان اتغيرت تماما. فلازم طريقه تفكيرك تتغير وتنفذ اللي الكتاب بيقوله لك، مش تقعد تقرا وما تعملش اي حاجه. كل الناس بتقرا، او او مش كل الناس، لا، في ناس بتقرا بس معظم الناس بتقرا وما بتعملش اي حاجه. لا، انت المفروض تقرا وتشتغل على الكتاب بيقوله لك بقى عشان تتحسن. التحسن مش هيجي من القرايه، التحسن هيجي من اللي انت تنفذ اللي الكتاب بيقوله لك. فبس ده اللي انا عايز اقول لك، واقرا بقى. عاش.